يكون الموضوع يخص الجامع اللي شارك ابو رنا فيه الله يرحمه في امريكا، في ولاية هايكنساك في نيو جيرسي، اللي هم ادارة الجامع عايزين دلوقتي يبيعوه. وهتشوفوا المظاهرات دلوقتي، هوريكم اللي هم اخواتنا وحبايبنا واصحابنا عاملين مظاهرات هناك دلوقتي، والحكاية ايه هتشوفها دلوقتي في اخر الفيديو. بس اقول لكم الاول ايه اللي حصل. اول حاجه يا جماعه، اللي انا بشكر الاستاذ كمال الفقي، اللي هو من محله ابو علي من بلدنا. هو عايش بقاله سنين هناك، اكتر من 30 سنه هناك. بشكر مدام عزه، بشكر زوجها محمد كمال، بشكر الاخت رضا، اللي هم ساعدوني ووقفوا جنبي في امريكا وما حسسنيش بالغربه. فعلا هم نعم المصريين، وهم فعلا سفراء المصريين. اللي عملوه ايه؟ هقول لكم اللي عملوه ايه. اول حاجه، انا باخد تليفون ابو رنا اهو معايا زي ما انتم شايفين كده. بشوف الفيس بتاعه ساعات ايه الادعيه والكلام ده، وبنزل عليه الادعيه والكلام ده على فيسو. لقيت الاخ كمال الفقي، اللي هو اللي هو وقف جنبنا في امريكا، اللي هو قلت لكم من بلدنا، دارس هناك وعايش بقاله سنين هناك، هو وزوجته ام ياسمين. ربنا يدوم الصحة يا رب ويخلوهم يا رب. جه اللي انا بشوف الفيس بتاعه، لقيته عمل مظاهرة اللي الجامع اللي احنا ابو رنا شارك فيه اللي هم عايزين يبيعوه. انا اتصدمت. لان اول انا لما رحت من 20 سنة كان هم لسه بادئين يعملوا الجامع. راح ابو رنا بصراحة بقى بقى فرحان جدا. احنا عارفين طبعا في جامع كبير في نيويورك، وفي جامع كنا احنا بنحضره في الاعياد، بس بقى انا من 20 سنة مش فاكرة اسمه، جيرسي سيتا او مش عارفة ولاية ايه، انا مش فاكرة والله. كان بردك كان هما واخدينه، كان معبد مش، لا هو كان كبير، مبنى كبير. خدوه وعملوه جامع بردك. انا مش فاكره هو فين، أنا اللي فاكره اللي هو فيه كنا بنروح بردك في مسجد في نيويورك. دلوقتي احنا كنا قاعدين في وود ريدج وكنا جنبها هايكنساك. ده حتى فيها اللي هي الشبرايت اللي هي زي فتح الله واولاد رجب كده، بنجيب منها كل حاجه. جنب جنب وود ريدج. حتى انا كنا قاعدين في وود ريدج زي ما انا قلت لكم. اتنقلت بردك لرذرفورد، وجنبها الاخ استاذ كمال الفقي قعد في لود جنب هيكل ساك. لقيت هم قالوا نعمل جامع خاص بنا وجميع المسلمين فيه. راح ابو رنا كان ايامها الله يرحمه فرح جدا جدا، وقعدوا بقى يلموا تبرعات. احنا حتى في الوقت ده احنا كان ابو رنا بياخد $5 مبلغ وعايشين على القد وكده. لقيته قال لي لازم نتبرع يا سحر اللي احنا بمبلغ كده. حتى انا قلت له يومها احنا كله عارف اللي احنا ظروفنا على قدنا وكده. قال لي ربنا بيرزق من واسع واسع واسع، وبيحوش عننا حاجات كتير. حتى مدام عز الله يديها الصحة يا رب ويخليها لأولادها يا رب، وقفت معايا جامد جامد. برضك هي اللي قدمت للسكول للأولاد، وقدمت الهيد ستار، وجابت لي حاجة اسمها الويك ده من سن أول ما يتولد لغاية 5 سنين. العيل بياخد سيريال اللي هو كورن فليكس ولبن، جارك اللبن وشيز موزاريلا والكلام ده. هي اللي جابته لي، اللي هم محدودين الدخل، قدمت لي عليه وجابت لي الويك ده. لاماني كانت عندها 3 سنين بنتي، وبعدها ساره قدمت لها خدت الويك ده. هي اللي بقت تعمل له اي مشاكل كانوا يقابلونا هناك. بصراحه كانوا هم اللي نطلب استاذ كمال يجي لنا، مدام عزه تجي لنا، مدام رضا تجيلك، وقفوا معايا. انا قابلت مشاكل كتير كتير بقول لكم عليها، سواء في البيلدنج اللي احنا عايشين فيه عشان الاطفال، وسواء في السكول، سواء في كل حاجه. كانوا هم اللي بيقفوا معانا وبيجوا معانا على طول، ما من غير تفكير. لقيتهم قالوا نعمل الجامع. حتى مدام عزه قالت لي انت سحر ما تدفعوش فلوس في الجامع وكده. راح ابو رنا قال لها لا لازم ندفع. يومها دفع ما اعرفش مبلغ $200 $300 على قدنا. بس كان يقابل اي واحد مصري احنا بنعمل جامع، شوف انت هتتبرع وهو فرحان يجيب لهم فلوس. احنا بنبني جامع وما اعرفش، وبقى فرحان وتعالوا شوفوا الجامع اللي احنا هنبنيه، ويدلهم على الجامع عشان يروحوا فيه. كنا فرحانين جدا لغايه اما الجامع اتعمل في هيكنساك، وبقينا فرحانين. وبقوا يجيبوا احسن شيوخ من مصر.
انا والله في الجامع ده انا ما عرفتش التجويد ده، انا ما كنتش اعرفه التجويد بتاع القران، احنا بنحفظ القران من صغرنا وما كناش نعرف حكايه التجويد ده الا ما عرفتها هناك، تجويد القران. ولادي كنت اخدهم في الويك اند السبت والحد فرحانين فرحه اللي هم بيشوفوا مصريين وبيتكلموا عربي وبيقروا عربي. حتى انا بقيت اساعد، قالوا لي سهم انت ايه اللي انت تدرسي هناك، بقيت اعلم العيال الف ب ت، وبقيت اعلمهم الحروف الابجديه، بقيت اعلمهم وبقيت فرحانه لغايه درجه اللي انا يعني مدام عزه في شهر رمضان الله يديها الصحه كنا بنفطر هناك وما عرفتش، وانا نصلي التراويح مواظبين اتمسكنا بديننا. معلش هنا الحياه ملهيانه والشغل كتير والكلام ده، اتمسكنا بكتير بديننا هناك. بقينا نصلي التراويح والتهجد، بقانا قاعدين في الجامع وخطب، وبقى العيال فرحانين ويفطرونا هناك شهر رمضان كله. وبقت مدام عزة الله يديها الصحة تجيب لنا الحولة للمحشي، الملوخية، الأكلات المصرية يعملوها. وفي كمان كان الأخوات كمان اللي من العراق يجيبوا لنا الأكلات العراقية، اللي من سوريا يجيبوا لنا أكلات السورية بتاعهم. كانوا فرحانين بالمسجد ده واستفدنا منه وقعدنا. وكان بالنسبة للعيل كان فرحة كبيرة كبيرة، كنا بنروح على طول. حتى انا كان صلاة الجمعة قلت لهم انا هتبرع اللي انا اعمل ايه سندوتشات فلافل اللي هي الطعمية بيعملوها هناك بالحمص، شوية بالحمص وشوية بتاع فول صغيرين كده، بس اكتريتها بيعملوها بالحمص اللي هي زي البليلة ده. مدام عايزه قالت لي طب خدي فيها منها فلوس، قلت لها لا انا هعملها ده يعني عشان المصريين بيحبوا الفلافل وكده. كان عندي كبه قعدت اعملها عليها وبقت فرحانه، واحط فيها سلطه وطحينه وفرحانه اللي انا اديتها لابورانا يوميها. وقلت له اللي يخرج من المسجد ادوا سندوتش فلافل اللي هي الطعميه دي، بقى فرحانين. ومدام عزه كنا احنا كلنا عيله في المسجد ده، عيله. حتى في العيد بنحس بفرحه العيد فيه ما اقولكوش. ومدام عزه تجيب الحلويات وتعمل لنا صواني البسبوسه صواني الكنافه، كانت هي فعلا سفيره المصريين هناك مدام عزه. والاستاذ كمال الفقي واستاذ محمد كمال، وكانوا اهلهم من سندسيس عايشين بقالهم يجي دلوقتي يجي اكتر من 50 سنة هناك. يعني انا بقالي 20 وما كان بقالهم 20 او 30 هناك مستقرين هناك. بصراحة بيخدمونا محسناش بالغربة جدا هناك. عايزة اقول لهم دلوقتي اما سمعت اللي هو المسجد ده عايزين ياخدوه ويبيعوه انا اتصدمت. انا بقول كل صوتي يوصل للبهدورة. اتكلمي على القناة، اتكلمي على الفيس، اتكلمي على الفيس. انا هوريكم دلوقتي المظاهرات وهدولكوا الصور. اتكلموا على الفيس، لازم صوتنا يوصل للمسجد ده يا جماعة ما يتباعش، المسجد ده ما يتباعش. لان المسجد ده كفاية للمسلمين هناك، والعيال الاطفال بيعرفوا اللي فيه اسلام، بيعرفوا اللي فيه ربنا، بندعي ربنا فيه وفي اسلام، وبيعلمونا العربي فيه وبيعلمونا وبنستفاد منه. انا استفدت حاجات كتير كتير معلش احسن من هنا، وتمسكت بديني احسن من هنا. انا بقول للبهدوره بقول لطارق في امريكا يا ريت صوتي يوصل لكم. اتكلموا بالانجليزي على الفيس على القناه، خشوا على صفحه استاذ كمال الفقي وشوفوها. حتى كمال الفقي شوفوها. اللي احنا المسجد ليه ما يتباعش؟ بالله عليك مش عايزين المسجد يتباع. انا هزعل جدا جدا. ابو رنا شارك في المسجد، والله شارك. انا حاسه ان ابو رنا دلوقتي روحوا في المسجد وشارك فيه. انا دلوقتي مش عايزه اقول لكم اللي انا هيكن ساجده بالنسبه لي زي المحله دلوقتي. انا ممكن اروحها دلوقتي، ممكن عارفه كل حاجه فيها، عارفه لود عارفه وود ريدج كنت قاعده فيها، عارفه رازرفورد، عارفه الاماكن دي. حاسه ان انا بنت ان شاء الله لو لنا نصيب فيها تاخد جوزها وتاخدني، وان شاء الله ممكن نروح عليهم برضك مش هيسيبونا. هم دول سفراء المصريين هناك. عايزه اكلم البعدوره يا سفيره المصريين اللي بيقولوا لك سفيره المصريين، اعملي زيهم، اعملي زيهم وخلي كلمتك توصل. مفيش بيع مسجد هيكنساك لا لبيع مسجد هيكنساك. بالله عليكم يحطوا لايك واكتبوا في التعليق لا لبيع مسجد هيكنساك، لا لبيع
مسجد هيكل ساك مش عايزينه. ده حاجة كويسة لنا هناك في أمريكا، اللي الناس بتعرف الإسلام. والله في ناس كتير أمريكان دخلوا الإسلام بسبب المسجد ده وتمسكوا بدينهم. مش هقول لكم الأمريكان كانوا هناك، اما بقى واحد مسلم أمريكي بيأسلم هناك، معلش بيكون اسلامه جميل جدا ومتمسك بدينه جدا جدا جدا. ومش عايزه اقول بيبقى، مش عايزه اقول، انتوا عارفين طبعا كتير اسلموا من الامريكان عشان المسجد ده. بالله عليكم وصلوا صوتي، اللي احنا مش عايزين المسجد ده يتباع، عشان انا زعلت جدا جدا. وعشان روحوا ابو رنا تبقى مبسوطه، روحوا تبقى سعيده، لانه شارك فيه، شارك فيه وبقى فرحان فيه. وانا ان شاء الله نفسي انزل عليه بردك، انزل عليه واوري بنتي واوري هو بنتي باذن الله. وهوريكم دلوقتي المظاهرات وصور منه، مش عارفه هتيجي بقى حقوق نشر ولا ايه. ما كانش كده هجيب لكم صور بردك، وفي استاذ كمال الفقي بردك، خشوا على الصفحه وشوفوه ان شاء الله.